اقدر اقول لكم ان اسرائيل فعلا دلوقتي بتصرخ. ليه؟ هم كانوا فاكرين اول ما يموتوا او اول ما يغتالوا المرشد الايراني زي فنزويلا كده هو يخطفوه او يغتالوه كده خلاص الحرب انتهت، او مثلا كانوا فاكرينها زيها زي العراق اول مثلا ما يضربوا، او مثلا يا جماعه الايرانيين الجيش بتاعهم جيش مش نظامي، فعشان كده هو قادرين اللي هم يعني يفضلوا ثابتين على الارض، خصوصا كمان اللي الجيش مش نظامي، وكمان يعني جيش عقائدي مبني على العقيده اللي انت بتحارب عشان خاطر هتموت، وبعد ما تموت هتروح الجنه. هو مبني على عقيده، سواء بقى العقيده صح او غلط زي ما قلت قبل كده. هو الجيش ده جيش عقائدي، عشان كده يعني بيحارب على ارض ثابته. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ايران ابتدت اللي هي تستخدم الصواريخ الانشطاريه. طبعا قبل كده سبق ان انا شرحتها، ودلوقتي زي ما انتم شايفين دي مشاهد حقيقيه من الصاروخ الانشطاري بعد ما انفجر وطلع كل الرؤوس بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين كده بيقوم نازل يولع يعني اللي قدامه كله. يعني اني بقى منظومه ساد او منظومه قبه حديديه تقدر يعني اللي هي توقع الصاروخ دوت بقى، هتوقعه ازاي؟